ليونيل أندريس ميسي سفاح وكبير. كم أنت مثير، مهما حاولت بالكلمات ومهما تلعبت بالمصطلحات لن أجدك لوصفك أي مثيل. نعم، قيل عنك برغوث لأنك في قامتك قصير، قيل عنك سفاح لأنك مسجل للأهداف مبدع وكبير. نعم، أنت الأرجنتيني، هذا الأرجنتيني الذي حير الملايين وأبكى وأفرح الملايير. لا أدري ماذا أقول، تلاكمت وتلاعبت بالكلمات أو تفكمت وتلاعبت بالكلمات قبل أن أتلاعب بالمصطلحات. ميسي قال عنك بوفون، لمستك لأتأكد منك بأنك بشر أم أنك من كوكب آخر. هل أنت ملاك أم هلاك للخصوم يا ليو؟ يا ميسي، يا ميسي قال عنك الشوالي بأنك كنت مؤهلا لكي أن تكون معاق ولن تعيق الجميع. أنا أقول عنك يا ميسي ماذا أنا فاعل بموهبة التعليق بعدك؟ على أي هدف سأصرخ؟ وعلى أي لمسة سأتفاعل؟ مع أي لمسة سأتفاعل يا ليو؟ نعم، بقدمك اليسرى رننت شباك الخصوم، بيمناك مررت للمهاجمين لكي يسجلوا. نعم، فنان أنت بأخلاقك، بمهاراتك، بمراوغاتك، بتسديداتك. نعم يا ميسي، أنت علاج للمرضى النفسيين. نعم، من يمرض نفسيا يشاهد ميسي يشفى. وإذا أردت أن تجن وأنت كنت عاقلا وأردت أن تجن فعليك أن تشاهد البرغوث يلعب. نعم يا ميسي، اضرب وسدد يا ميسي، حركهم واقتد لهم يا ميسي. نعم، كم من معلق صرخ صرخة، وكم من جمهور في الكامب نو قالوا ليه، وكم من واحد في البرنابيو وفي الكالتيرون وفي الميستايا وفي الجرانادا وفي بينيتو ميارين قال يا ميسي كما أنت معذبنا، كما أنت قاتلنا. ولكن كم من معلق قال يا ميسي كم عشقتك وهوتك نفسي. بأي لعبة تتلاعب؟ هل أنت تلعب كرة القدم أم أنك تلعب لعبة بسيطة؟ نعم، يلعب لعبة كرة القدم وكأنه يشرب المياه وكأنه يتنفس الهواء. نعم، أنت فنان يا ميسي، لعباتك فنية. مهما حاولت أن أصف فإنني لن أتمكن من وصفك ووصف يسراك السحرية. نعم، اسألوا الريال والأتليتي، اسألوا إشبيلية والميلان، تلعب بكل كبار أوروبا. لم ينجح من الأرجنتين ولكن صنع التاريخ مع البارسا. ليو ليو.